والآخر ترجع ريما لعادتها القديمة. الزمالك بعد المباراة الأولى مباراة مميزة أمام نادي سيراميك كليوباترا في المباراة الجولة الثانية بيفقد نقطتين هامتين جدا ويصطدم بالجبال ذئاب الجبل المقاولون العرب النادي العريق في مسابقة الدوري الممتاز، ويفقد نقطتين كان في أمس الحاجة إليهم لمواصلة الدعم والزحف نحو المقدمة. وهناك أخطاء كتيرة كل المحللين وكل النقاد اتكلموا فيها، وكل جمهور نادي الزمالك شاف المباراة أمام عينه. نتمنى ما نحكمش بسرعة على التجربة. نتمنى من جمهور نادي الزمالك دعم التجربة ودعم الفريق حتى النهاية والعودة مرة أخرى إلى الزحف نحو المقدمة. نادي بيراميدز هو الآخر في مباراة صعبة، بيفوز في على نادي الإسماعيلي الدراويش بهدف دون رد، وكانت مباراة قوية وصعبة، ولكن في النهاية بينتصر نادي بيراميدز بتلك المباراة. أحداث كتيرة وكواليس كتيرة ومفاجآت كمان في خلال هذه الجولة. هناك أيضا نادي الاتحاد السكندري يواصل نزيف النقط في هذه البطولة وفي الجولة الثانية تحديد أمام المارد الجديد نادي مودرن سبورت، يعود بقوة ويفوز على سيد البلد الاتحاد السكندري الفريق العريق. الاتحاد لم يقدم مستوى في تلك المباراة أخرى، ولكن نادي مودرن سبورت يستحق الإشادة ويفوز 2-1 في تلك المباراة. وأيضا هناك مباراة أخرى وبها المفاجأة، ونادي حرس الحدود يفوز على نادي البنك الأهلي نادي الأموال ويفوز 1-0 في مباراة قوية. نادي النجوم الفريق الذي يقدم مستوى ثابت في بطولة الدوري العام. دي كانت كل الكواليس، كل الجولة الثانية في انتظار الأهلي في الجولة الثالثة، يعني في انتظار مباراة النادي المحلة وعودة بعض النجوم أبرزهم إمام عاشور، والذي كل جمهور نادي الأهلي ينتظر عودة اللاعب الكبير النجم إمام عاشور. نادي الزمالك يوم الخميس القادم يعود